ركز كويس وحاول تحل قبل ما اكملها وهيبان ان كنت حافظ او فاهم. ركز في السؤال بيقول في الشكل المقابل دائرة كهربية مجاورة لنقطة اكس تبعد عن المقاومة ار مسافة دي. اي العلاقات الآتية يمثل العلاقة بين كثافة الفيض عند الموضع اكس الناشئ عن تيار المقاومة ار وقيمة الريوستات. طبعا المسألة كبيرة، وانا عشان اقدر احل المسألة لازم اطلع بيانات المسألة كويس، ولازم اتأكد من البطارية هل هي مهملة المقاومة الداخلية ولا لا. الشكل اللي قدامك معاك ار سمول، اذا البطارية لها مقاومة داخلية. دلوقتي لما احسب الكثافة عند النقطة اكس، خلي بالك بي عند الموضع اكس تساوي ميو في تيار المقاومة ار فقط على 2 باي في دي. ايه اثر الريوستات على التيار؟ لان ميو مقدار ثابت والمسافة كمان ثابتة والدي والاتنين باي ثوابت، فأصبح العلاقة بين الريوستات والتيار، طبعا العلاقة بين بي وآي علاقة طردية. طب احنا عاوزين ايه اللي هيعرف او ايه اللي هيحصل لقيمة التيار بتغير الريوستات. هنبدأ نفترض، لأن هو محددش وبقول له قيمة الريوستات، ما قالش عند زيادة الريوستات أو نقص قيمة الريوستات. فأنا هقول له تمام، لما الريوستات يزداد بفرض زيادة قيمة الريوستات إذن يقل التيار. واحد بقى من اللي بيحل بسرعة حل استعجال أي كلام يعني، هنا هيقوم قايل لي إيه، أو اللي حافظ ومش فاهم يجي يقول بما أن التيار يقل إذن الكثافة تقل، إذن عند زيادة الريوستات تقل الكثافة. فالعلاقة بينهم علاقة عكسية، ويطلع بقى محتار ما بين ألف وباء. ما بين ألف وباء ده طالب مش فاهم الفرق ما بين العلاقة العكسية والعلاقة التناقصية. هنا علاقة عكسية وهنا علاقة تناقصية، والفرق بينهم فالمفروض انت عارفه من أول السنة إن شاء الله. طيب أنا فاهم العلاقة العكسية فرحت اخترت الإجابة باء ومبسوط وطالع من الامتحان إن أنا حليت صح. لا، باء إجابة خاطئة. ليه؟ لأن أنا هنا حليت بمبدأ الحفظ وليس الفهم. ليه يا عم برضو؟ لأن المفروض أنا لما عاوز أحسب تيار المقاومة R، تيار المقاومة R ده تيار فرع. تيار الفرع بيعتمد على فرق جهد الفرع، فرق جهد من الفرع. بمعنى علشان أجيب تيار الفرع فأنا محتاج أجيب التيار الكلي وأبدأ أوزع التيار الكلي على المقاومة S والمقاومة R. طب الموضوع بالنسبة لي صعب شوية لأن هنا نسب. في الفصل الأول اتفقنا لما يكون عندك متغير S بجيب جهد أو فرق الجهد للفرع بدلالة جهد البطارية أدا في. طبعا اتفقنا إن الحل ده حل إيه؟ حل خاطئ. طب إيه الحل الصح؟ صلوا بنا على النبي. ده المقاومة المتغيرة S، ده المقاومة الثابتة R، في هنا R سمول. علشان أحسب تيار الفرع بصورة مباشرة وسريعة فأنا محتاج أحسب فرق الجهد. طيب الفولتميتر يقرأ ما بين فرعيه وما خارجهما، لأن هنا النقطة س وهنا النقطة إيه؟ ص. فرق الجهد من س لص من على الطرف الأيمن يساوي قيمة التيار الكلي في المقاومة المكافئة، والمقاومة المكافئة الناشئ لآر ومين وإس. إس متغير والتيار متغير، إذن العلاقة ديت لا تصلح لحساب قيمة فرق من الجهد أو نسبة فرق الجهد. دي من الثوابت اللي احنا متعودين عليها من الفصل الأول، فأنت أصلا لو عارف المعلومة مش هتاخد منك وقت. هبص للفولتميتر من الناحية التانية، عليه فرق الجهد من س لص بيساوي في باتري ناقص التيار الكلي في المقاومة الداخلية. التيار الكلي قل عند زيادة الريوستات. العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار علاقة تناقصية، إذا فرق جهد الفرع هيزيد. طب وبعدين التيار الكلي بيقل، هيجي يتجزأ جزء على اس وجزء على ار. انا عاوز تيار ار. طيب تيار الفرع للمقاومة ار يساوي فرق الجهد من س لص على مقاومة الفرع. مقاومة الفرع مقدار ثابت مفيش عليها ريوستات فهي مقدار ثابت. فرق الجهد على الفرع بيزيد، اذا تيار الفرع كمان ماله بيزيد.
الله، يعني التيار الفرعي لما زاد كثافة الفضع عند الموضع إكس برضو كمان مالها بتزيد. إذن عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة اس تزداد كثافة الفيض. إذن العلاقة بينهم نقدر نقول عليها علاقة طردية، الاتنين بيزيدوا مع بعض، يبقى أنت الإجابة بتاعتك الإجابة ج. طبعا الحل طول لأن الحل إحنا بنحل بالتفصيل. طب أنا طالب فاهم مش حافظ القوانين. عند زيادة الريوستات التيار الكلي بيقل، ونتيجة وجود مقاومة داخلية فرق الجهد زاد، لأن العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار علاقة تناقصية. تيار الفرع بيساوي جهد الفرع على مقاومة الفرع، وبما أن مقاومة الفرع مقدار ثابت وبزيادة فرق الجهد يزداد التيار فتزداد الكثافة. فالمسألة تتحل بمجرد النظر للطالب الفاهم المتمكن في الفصل الأول. لو حليت السؤال قبلنا ابعت إجابتك وليك جايزة إن شاء الله.